بسم الله الرحمن الرحيم. السادة مشتركي القناة، أعزائي مشتركي القناة ومشاهدي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. قبل أي حاجة بنقول لكل الناس كل سنة وهي طيبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023 1444. ينعاد على الناس جميعا بالخير يا رب، ودايما كل الناس بخير يا رب. بنرحب زي كل فيديو بالمشتركين الجداد اللي بيهلوا على القناة، وده اللي بيخليني استمر مع آه، بالإضافة للمشتركين المحترمة جدا اللي على القناة اللي مشجعاني دايما ان انا استمر واكمل واشتغل على القناة. بشكرهم جدا، وبشكر التعليقات الجميلة المتبادلة بين كل الأطراف. النهارده يا جماعة إن شاء الله هنقدم لكم فيديو خفيف، عبارة عن مقتطفات أو شطات صغيرة من 3 فيديوهات إن شاء الله هننزلهم الفترة اللي جاية في خلال الأيام اللي جاية دي إن شاء الله. اشتغلنا مرة بالسبحة بالبرغوث، واشتغلنا بالجوز الواسع بالبوصة التسعة، والسبحة كانت بالبوصة التسعة، واشتغلنا بالمكنة زي الفيديوهات اللي فاتت. إن شاء الله هنقدم لكم 3 فيديوهات ممتعين هتتفرجوا على مقتطفات منهم دلوقتي إن شاء الله. يا رب الفيديو ينول اعجابكم، فيديو سوفت كده خفيف. ما تنسوش اللايكات زي ما احنا متعودين. يلا بينا بقى نتفرج على الفيديو. زي ما احنا شفنا يا جماعة، السمك ماسك الحروف هي البرغوثة. والله عوضتنا النطاط اللي احنا ما لقيناهوش النهارده يعني. تعالوا نرموا رميه كده مع المباشر مع بعض. بسيب الرصاصه تنزل برضو. لازم ااكد يا جماعه المعلومات دي عشان مهمه جدا يعني. بمسك على ايدي. بدات اخد ضربه صغيره كده وانا بلم البول. طبعا ساعه الفجوه الدنيس بيبقى بيخش بياكل يعني، بيفتح بقه يعني. بالجوزه اهو يا جماعه، واحده فوق خالص واحده تحت. بصوا يا جماعه، السبحه اهو على الجزء اللي تحت حلبوش 111، وبطاطايه حجمها حلو جدا زي ما احنا شايفين اهو. البطاطا حجمها حلو جدا وداخل على البرغوث اللي هو مريح زي ما احنا شايفين. دود نار بس مش بيور. يعني ايه مش بيور؟ يعني عليه قراص، دود قراص مع دود نار. وده العقر. معانا عقر النهارده بس حجمه كبير شويه. لو السمكه محتاجه ان احنا نحطه العقرايه كلها هنحط العقرايه كلها، لو مش محتاجه هنقسم العقرايه اتنين. والبرغوث طبعا انا واخد لكم كبشه من كل حاجه عشان نشوفه هنستعمله ايه وهنستخدمه ايه. ده البرغوث حجمه صغير ويعتبر طازه، مش حي ومش مريح قوي، يعني ايه يعتبر طازه. وادي العقر، وادي الدود المخلط الراس على نار. يلا بينا بقى نشوف هنعمله ايه. وهنجرب سبحة على ايدينا، 4 اسلحة فوق و2 تحت. واللي عايز يرجع لوصف السبحة في فيديو مخصوص لوصف السبحة بدقة، واحنا مع بعض في التعليقات لو في اي استفسار. هنرمي بالبرغوث 4 اسلحة فوق و2 تحت على ايدينا. ليه؟ عشان نحدد مكان السمكة عايم ولا على الارض. تعالوا كده نرموا رمية. ببتدي انزل بالرصاصة بتاعتي واحدة واحدة كده واجس المية. اهي كلت معايا في العيار ده بطاطا. بصوا يا جماعة حجم البطاطا بقى عامل ازاي. بصوا من غير ما تلمسني طبعا. بصوا حجم البطاطا ما شاء الله. واكل على البرغوث واكل على السبحة، على الأسلحة اللي فوق. تاني سلاح من فوق حجمها ما شاء الله. بشاير بطاطا حلوة. أنا قلت لكم الفيديوهات اللي فاتت إن في بشاير بطاطا حلوة، إن شاء الله خير. ما شاء الله. تدويس يا جماعة. واكل على الفردة اللي تحت على العقر.
طالع النهارده مخصوص عشان الناس اللي طالبه مني فيديو على السريع. ان شاء الله خير. يلا بينا نشوف اللي جاي ايه. بصوا يا جماعه البطاطا بتاعت الساحل، بصوا عريضه ازاي غير البطاطا بتاعتنا. خليكم معايا. دي يا جماعة البطاطا بتاعتنا اللي احنا عارفينها، غير العريضة اللي احنا شفناها في المقطع اللي فات. دي داخلة على الربع، وان شاء الله الفيديو بتاع البوري والربع هيكون ممتع جدا 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 للناس ان شاء الله. توقع البوري بمنتهى السهولة. اللي ما يعرفش البوري يا جماعه، انا عارف ان معظم الناس اللي سامعاني دلوقتي عارفه الكلام اللي انا هقوله، بس انا بقوله للناس اللي ما عندهاش خلفيه عن سمكه البوري. لو هنتكلم عن البوري يا جماعه هنتكلم يوم كامل عن البوري، كانواع، كعيشه، كطباع، لانه له طباع معينه عن بقيه السمك. كان في زمان يقولوا لنا اللي يعرف يوقع البوري يوقع اي سمكه موجوده في البحر. السمكه دي يا جماعه بتعيش في المحيط، بتعيش في البحر الاحمر، بتعيش في البحر المتوسط. هنعرفك النهارده ازاي توقع البوري بمنتهى السهوله. طب السمكه دي صعبه ليه؟ يعني ليه بيقولوا عليها صعبه؟ لانها حساسه جدا. لو حست بخيالك في الميه المصيد بتاعك اتضرب. لو الشعر اللي انت حاطه تقيل، يعني حاطط شعر يتشاف هتلمحه، المصيد بتاعك خلاص. البوري انواع كتيره يا جماعه، في الاصفر ودن، وفي الجران، وفي الدبايش، وفي الطباره اللي هي معظمها اللي بتبقى موجوده في السوق، وفي كنابيت. انواعه كتيره جدا. لو ان شاء الله ربنا كرمنا النهارده باي بوري هنعرفكم النوع بتاعه. والنهارده هنصطاده بطريقه الناس القديمه كانت بتشتغل بيها، اللي هي ايه؟ طريقه الربع او البالون اللي احنا اتكلمنا عنها الفيديو اللي فات. جماعه الموضوع، انا هنزل اصطاد بوري دلوقتي بين البلوكات. انا على حاجز، فهنزل بين البلوكات هنقي لي بركه. والزفر مهم جدا للي عايز يصطاد بوري. ليه الزفر مهم جدا؟ انت دلوقتي بتعمل الزفر بتاعك، انت ممكن تضرب المصيد وانت مش واخد بالك. ازاي؟ شوف تيار الميه رايح فين، مش الريح. سبحان الله، لا في خلقه شؤون. ساعات الريح يبقى رايح يمين وتيار الميه رايح شمال، بيبقوا عكس بعض. فانا عيني ومركزه وانا بزفر على تيار الميه. لو تيار الميه رايح شمال انا ارمي يمين، ارمي عكسه، بس حسب سرعته عشان الزفر ينزل في المكان اللي انا قصده، اللي انا عايز انزل فيه. الزفر لو ما نزلش في المكان اللي انا بنزل فيه مش هيجيلك سمك. الزفر هيمشي والسمك هيمشي وراه. والزفر يا جماعه مطلوب جدا، بس مش بكتره. ليه؟ انت ممكن تبقى قاعد على قطعيه سمك صغيره، انت عمال تديها في زفر، تديها في زفر، تديها في زفر، بتاكل وبتشبع، ما بتبصش للطعم بتاعك وبتاخد بعضها وبتمشي. فالزفر مطلوب جدا بس بحدود. يعني ايه؟ يعني طول ما السمكه انت حاسس انها قطع اديلها زفر، بس مش بكميات كبيره زي ما احنا هنشوف في الفيديو. يا رب معلش طولت عليكم، يا رب ان شاء الله نعمل لكم فيديو حلو. وما تنسوش يا جماعه اللايكات عشان الفيديو ينتشر لاكتر ناس. ده بوري يا جماعه، اصفر ودن يا جماعة، اللي هو غالبا بيبقى موجود في المتوسط. الاصفر ودن ليه اتسمى اصفر ودن؟ عشان النقطة الصفراء اللي احنا شايفينها على مستوى عينيه دي اللي هي في اخر النخاشيش. وطبعا الربع يوقع البوري بمنتهى السهولة. واهم حاجة الزفر زي ما احنا اتكلمنا. وبيعتمد الربع اعتماد كلي على اللطش زي ما احنا شايفين كده مع البطاطا. طبعا البطاطا بتخش بتقطع البوري شوية، انما موجودة بكتر. ما تنسوش اللايكات يا جماعة، وانتظروا 3 فيديوهات ممتعين ان شاء الله. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.